أهلا وسهلا بكم. المرجو الاشتراك في قناتي فضلا وليس أمرا. تلقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة اليوم دعوة من نظيره الصيني لزيارة مرتقبة إلى الصين يوم 19 و 20 شتنبر، ونتمنى تكون هذه الزيارة لصالح المغرب، خصوصا فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء. وإحنا كلنا كنعرفوا بأن الصين من بين الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. نفترضوا حصل هذا الأمر، وصراحة كيفاش غادي تكون ردة فعل الجيران؟ هل سيقوم كذلك عطاف وزير خارجية هوكستان بالذهاب إلى الصين، وهو معروف عليه أنه كيتبع السيد ناصر بوريطة أينما حل وارتحل؟ ومنها غادي نشوفوا ردة فعل الجارة الشرقية، خصوصا العصابة الحاكمة في قصر المرادية. وحنا كنتظروا من هذه الزيارة التحاق الصين بركب الدول العظمى المعترفة بمغربية الصحراء، خصوصا أنه في شهر 10 يعني شهر أكتوبر المقبل غيكون التقرير المرتقب أمام مجلس الأمن، وعلى ما يبدو أن التقرير غيكون داعم للمقترح المغربي وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وخا نحن في الواقع كنعيشوا أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولا عزاء للحاقدين. ومن بين هاد الحاقدين عطاف وزير خارجية الجزائر قام البارح باستقبال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، ومن طبيعة الحال غيكون خبروا بأن غيكون تلقى صدمة كبرى في ملف الصحراء المغربية، وخبروا أنه لا حل سوى الحل المغربي وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما كذلك ما نسوش أن الجزيرة القطرية كانت نشرت الخريطة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية، وهذا في الوقت اللي كتحدث فيه القناة على وحدة الأمة وعلى التضامن. وهذا الفعل بطبيعة الحال كيعتبروا المغاربة استفزاز وعدم احترام للوحدة الترابية للمغرب. إلى اللقاء.